يا صباح الخيرات أو يا مساء الخيرات على حسب ما بتشوفوني. معاكم سارة الهواري، يوم جديد في حياة أمة في المطبخ. ابتديت كده أول ما صحيت عملت فطرنا ودخلت بقى على طول على المطبخ. شطبت الرخامة وقلت ابتدي اعمل حاجة حلوة احطها في الفرن عشان البسبوسة تلحق تبرد وتبقى ساقعة كده لما نيجي ناكلها. انا بعمل البسبوسه بجيب اللي هي الجاهزه. انا اول مره اجرب اللي هي حلو الشام دي، انا على طول بجرب اللي هو الكيس الابيض في احمر. المره دي جبت حلو الشام ده، فضيت الكيس وبحط عليه 3 معالق من الجوز الهند عشان انا بحب الجوز الهند طعمه يبقى باين يعني في البسبوسه. وبعد كده نزلت ب3 معالق سمنه، حطيت 3 معالق وحاجه بسيطه عشان في معلقه كانت ناقصه شويه. ونزلت بكوبايه زبادي، طبعا دي كوبايه كبيره انا نازله بنصها، طبيعي بحط كوبايه اللي هي 105 مللي دي. وبعد كده حطيت ربع معلقه بيكنج باودر ولما جيت اقلب لقيت البسبوسه كانت محتاجه تطرى شويه، رحت حاطه لها شويه لبن ودمجتهم مع بعض. وبعد كده دهنت الصينيه سمنه ونزلت بالبسبوسه، بفردها وبجيب في قلب الطبق اللي انا كنت عاجنه فيه البسبوسه احط فيه شويه ميه وبكف ايدي. انا جربت بالسباتولا وجربت بالمعلقه، هي بكف الايد بتتساوي وبتبقى احلى بصراحه. وكده كده كلنا يعني بنتعامل في المطبخ بايدينا يعني. سويتها وظبطتها، وكان عندي شويه بندق من رمضان كده في التلاجة، قلت نزين بيه الصينيه، مش خساره فينا يعني. والحمد لله طلعت جميلة جدا ما شاء الله يعني. عملت الشربات وهي في الفرن الاتنين مع بعض، طفيت طبعا على الشربات هدي شوية وبعد كده سقيتها والحمد لله جميلة. شطبت هنا المواعين وبعد كده بقى دخلت على الغدا. طبعا انا ريحت شوية يعني. الغدا النهاردة كانت كنت عاملة صدور فراخ بكاتا كده، بصوص اقتصادي جدا يعني مش مكلف ولا حاجة. بعد ما قطعت الفراخ انا كده كده حاطه قطعه، بس بيبقى في فوطه كده بحط فيها شويه ميه بخل بعقم بيها الرخامه. نزلت بالتتبيله، نص واحده مرقه دجاج وشويه توم باودر وشويه بصل باودر وشويه بابريكا وخرنجيل، حطيت حبه صغيره كده اقل من ربع معلقه، وشويه ملح وعصره ليمونه ومعلقه عسل نحل، ونزلت بمعلقة صغيرة دبس رمان وشوية ملح وقلبتهم، وحطيت معلقة زيت وقلبتهم كويس. ورحت صدور الفراخ دي انا بجيب فراخ بالشهر بخلي منها الصدور يعني الراجل اللي بيعملها لي، فدول كانوا عندي في الفريزر متبلين، بتبلهم على طول بفلفل وطماطم وبصل وشوية توابل في الفريزر يعني. نزلت بيهم في التتبيلة وسبتهم شوية يشربوا، وقلت اعمل شوية الرز يكونوا شربوا من التتبيلة دي شوية. نزلت بمعلقة سمنة وشوية زيت وعليهم 3 فصوص مستكة صغننين ما كانوش كبار، ساحوا والسمنة قدحت كده. رحت نازلة بالرز، كنت نقعاه ما كملش 10 دقايق يعني. بعد كده شوحته كويس، غلفت الرزية كده بالمادة الدهنية، ورحت نازلة بقى ايه بالمية السخنة عليه. هنا قلت على ما يتشوح شوية اكون اديت صدمة كده للفراخ. نزلت بالفراخ معلقة زيت ومعلقة زبدة، سبتها سخنت كويس، ورحت نازلة بقى بالصدور، اديتها ايه صدمة على الوشين. اديت كده صدمة للصدور. التتبيلة دي بجد كانت ريحتها خرافة، كانت ريحتها حلوة جدا. وهما بيتشوحوا رحت نازلة بواحدة فص مستكة في قلب المادة الدهنية اللي مع الفراخ، نقلتها في حتة تانية. سبحان الله المستكة دي بتدي طعم وريحة حلوة قوي. نزلت ببقية الصوص اللي كنت متبلة بالفراخ، شوحت وكملت تشويح في الفراخ،
ورحت رافعاهم من على النار ونزلت بمعلقة توم مهروسة، يا دوبك بس شميت ريحة التوم ما بيحمرش، ورحت نازلة عليهم بكوباية لبن مدوبة فيهم نص معلقة دقيق ومعلقة صغيرة نشا، وقلبتهم كويس. وده صوص اقتصادي بديل للكريمة اللباني بتاعة الطهي. قلبتهم كويس ورحت نازلة بنص مرقة الدجاج اللي كانت باقية من تتبيلة الفراخ، ولما خد غلوتين كده رحت نازلة بالصدور وسبتهم يغلوا. انا طبعا نقلتهم في طاسة تانية عشان كانت الصينية اللي كان محطوط فيها كانت كبيرة. وبصيت بقى على الرز لقيته خلاص اتشرب، فاضله حاجات بسيطة جدا. نقلته طبعا انا على عين تانية عشان عين اصغر يعني، وهنا كان خلاص الحمد لله استوى. وبس. بصراحة الأكلة دي طعمها حلو، جربوها جربوها بتوم وجربوها من غير توم، الطعمين مختلفين والطعمين حلوين جدا. شاركوني بقى في التعليقات عملتوا غدا ايه النهاردة. أتمنى أني أكون خفيفة على قلوبكم ومكونش تقيلة، واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد مع سارة الهواري. مع السلامة.